اهلا بيكم يوم جديد ويوم سعيد عليكم باذن الله. النهارده جولتنا من محطه الرمل لغايه المنشيه علشان نشوف اليوم الحلو ده فيه ايه. محطه الرمل يعني الذره المشوي، يعني ترمس والايس كريم، يعني القعده الحلوه على الكورنيش امام قلعه قايتباي. ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناه لو اول مره حضرتك تشرفني، لان القناه لسه صغيره، عايزين نكبر مع بعض اكتر واكتر. يلا بينا مع بعض دلوقتي نشوف الاجواء الجميله من محطه الرمل. بجد الجو النهارده كان اكثر من رائع. زي ما حضراتكم شايفين معايا كانت الدنيا زحمه و ناس كتيرة كانت طالعة مع أولادها بيستمتعوا بالجو ساعة الصبحية كده. أحلى جو ممكن أي حد يستمتع بيه هي فعلا الأيام ديت، علشان خاطر الجو بيكون جميل جدا دلوقتي. احنا دلوقتي داخلين على أجواء رمضان، كل سنة وانتم طيبين. وفي أجواء رمضان شم النسيم برضو، كل سنة وإخواتنا المسيحيين بخير يا رب. الجو رائع، الجو جميل. اسكندرية دلوقتي ممتعة جدا، الشمس طالعة والسما صافية والبحر أكثر من رائع. طبعا الكاريتات كلها موجودة في بحري بكثرة. أي حد عايز يستمتع ينزل يستمتع على رصيف البحر في بحري. طبعا يفاصل طبعا مع الناس علشان خاطر هما بيعلوا السعر شوية، لا فاصل وانت هتاخد أحلى سعر وهتستمتع انت وولادك. البحر كان هادي جدا النهاردة والأجواء كانت أكثر من رائعة. عايزة بقى من كل متابعيني الأعزاء يكتبولي في الكومنتات ايه هي أحلى ذكريات عاشوها وهم أطفال في اسكندرية مع أسرتهم وهم صغيرين. أكيد كلنا كان لنا ذكريات مع البحر ومع شوارع اسكندرية. اكتبولي كل واحد ذكرياته ايه في اسكندرية. وبرضو لو عايزين اصور لكم اي مكان في اسكندريه واي حاجه عن اسكندريه وجمال اسكندريه اكتبوا لي وانا هنزل اعمل لكم فيديوهات مخصوص. الدنيا كانت زحمه جدا، اسكندريه جميله. تعالوا يلا استمتعوا بجو اسكندريه وجمال بحر اسكندريه. اشوفكم على خير في جولات كتيره جايه عن اسكندريه جميله. ما تنسوا الشير والسبسكرايب. اشوفكم على خير، سلام عليكم.